الله الرحمن الرحيم. يا جماعة، بالنسبة للجماعة الأذى اللي بيعملوا أعمال للبني آدمين، ده عمل اهوت. أنا اصطدته النهاردة، رميت النهاردة، كنت بصطاد من قلب المسقى. اصطدت قرموط معمول عليه عمل. الأحفة قد إيه؟ والجسم مسلول قد إيه؟ الجسم مسلول قد إيه؟ شوف الجسم قد إيه؟ الجسم مسلول أهو، عشان اللي معمول له عمل على القرموط ده يتسل نفس السل ده. وكل ما القرموط يجري، صاحب البني ادم اللي معمول له العمل على القرموط ده يجري في الدنيا، يهج في الدنيا. القرموط معمول عليه عمل، مكتوب عليه الكتابه على القرموط اهي، مخططه اهيت، كتاب مخططه على ظهر القرموط اهي، ماشي. وعلى الاحف بتاعه برضه، بس ما الظهر قوي. هذا القرموط جسمه مسلول ازاي يا جماعه؟ اهو عمل على القرموط مكتوب عليه اهو. كل بني ادم وحش حسبي الله ونعم الوكيل فيه يعمل عمل على قرموط ويبهدل الناس. اللي معمول له عمل على القرموط ده النهارده، ان كان راجل او واحده ست، اول ما يحرق القرموط ده ان شاء الله هيخف وربنا يشفيه من اول النهارده. العمل معمول على القرموط اهو، والقرموط مسلول. جسمه قد ايه من ورا، ودماغه قد ايه. وانا مسكته ذبحت القرموط اهو، عشان ربنا يشفي البني ادم او البني ادمه اللي معمول لها العمل. تمام اهو. هذا القرموط اهو، الكتابه باينه على جسمه اهيت اهي، باينه كلها مخططه اهي. وجسم القرموط مسلول، والاحفه قد ايه، والجسم قد ايه. مسلول اهو، مسلول عشان البني ادم اللي عامل له عمل السال على عوده. ويجري في الدنيا زي ما القرموط بيجري في الميه. حسبي الله ونعم الوكيل. وبتمنى من ربنا ان صاحب العمل اللي معمول ده وربنا يشفيه يدعي لنا ويشكرنا على اللي احنا عملناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.